لوحدي؟ ماشي. زي القمر يا بنتي، الله اكبر عليكي. الف مبروك يا حبيبتي، ربنا يتم لك على خير. ايه يا ابني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك ما تجيش ورايا؟ انت عايز تحرق دمي قدام الناس ولا ايه بالظبط؟ يا ابني تفكري ليه يا ابني؟ انت عايز ايه مني؟ عايز افرح بابني. انا مش هاخدك معايا الفرح، بعد اذنك ما تجيش معايا الفرح. ولو سالوك على ابوك فين؟ بلاش اقول لهم ان ابويا مات، في اكتر من كده. انا مش عايزك تيجي معايا، من الاخر كده انا بستعر منك. لو سمحت ما الاقيكش في الفرح النهارده. كتر خيرك يا ابني، كتر الف خيرك. دي اخرتها يا ابني. ده احرق دمك ولا يكسر قلبي، حرام عليك. بعد اذن حضرتك امشي من هنا قبل ما ياخدوا بالهم ويسالوني انت مين. انا مش ناقص كسر قلبي يا ابني. يا عم الله يبارك لك، امشي من مين ده هنا. يا عمر؟ مين اللي بتقول له امشي من هنا ده يا حبيبي؟ انا ابوه، مستعر مني. ايه؟ مستعر مني. انت مش قلت ابوك مات يا عمر؟ كمان موتت ابوك. كتر أبويا. خيرك يا ابني. ابويا اللي عمال يتمسكن ده هو السبب في موت امي، كتر الله خيرك. يرحمها. بقى سويته عليها، كان معاه الفلوس ويستخسر يجيب لها العلاج. انا مش عارفه اقول لك ايه، عمال تجيب لنفسك هدوم وتشتري لنفسك حاجات، وانا كنت بموت محتاجه العلاج. ما هنا عليك تديني فلوس اجيب العلاج، لكن تصرف على نفسك 100 تخرج تجيب هدوم فسح كل يوم، لكن انا بموت وبقول لك انا بموت هات لي علاج. مش هين عليك تجيب لي علاج. انا مش لاقيه لك كلام ولا عارفه اقول لك ايه. مش هقول لك غير ربنا يسامحك. وانا ما عنديش رد اقول. انا مش عايزه منك حاجه اساسا، ربنا ما يحوجني ليه. انت ليه بتتمسكن كده؟ اقسم بالله كل حاجه انا شفتها قدام عيني وانت بتكسر قلبها قبل ما تموت وماتت بحسرتها. عايزني دلوقتي تحضر فرحي؟ بأمارة ايه؟ انت ساعدتني في حاجه؟ انت كل همك بس تصرف على نفسك بدل وشياكه وعربيه. كان ابنك بيشتغل ورديتين، يجي يطلب منك فلوس تقول له اطلع اعتمد على نفسك. اعتمدت على نفسي لحد ما جوزت نفسي، وانا اللي بقول لك مش عايزك معايا في يوم فرحي. خلاص يا ابني، المسامح كريم. الله يسامحك. خلاص الله يرحمها. وانا المسامح بقول لك كريم. يا حماتي بعد اذنك انا مش عايزه في حياتي. معلش يا ابني، معلش سامحه، أنا ده مش ربنا هسامحه. بيسامح. ماشي ربنا بيسامح، استغفر الله العظيم وانا مش ربنا. ده كسر فرحة امي وموتها بحسرتها. الله يرحمك. الله يرحمها. الله يرحمك يا ابني. زعلان عليها قوي صح؟ طبعا يا ابني، ما مش زعلان. انت السبب في ان هي تموت. انا عمري ما هسامحك ليوم الدين. ما انا كنت تعبانه يا ابني وانا قصرت معاها بحاجه. انا كنت بشوفك وكنت بسمع كل حاجة، كانت بتبوس ايدك ورجلك انك تديها فلوس تجيب علاج تجيب هدوم. طب ما كنت بجيب لها يا ابني وانا قصرت معاها انت بحاجه. بتقول لحد ايه مش عايش معاك في البيت؟ لا اله الا الله. حرام عليك، هي عملت ايه فيك وحش؟ دي كانت لا، شايلاك ومستحملك على الحلوه والمره. يا ابني ربنا سبحانه وتعالى ولا بالدواء ولا باي حاجه، لما بيجي وقتك اجل ربنا خلاص. الكلام ده طول لحد غيرك. هو في ايه؟ الكلام ده طول لحد غيري، مش حد كان عايش هي يا معاك. ابني تعبانه بقالها مش هقول مده. لك غير حسبي الله ونعم الوكيل. الله ومش مسامحك. يسامحك يا عم، الله انا يسامحك. بعد ما ادفنها مش عايز اعرفك تاني. انت ماشي أبويا يا سيدي. اسما على الورق وبس. بس بص، ربنا هو اللي عالم. ربنا العالم ما تدخلش. ربنا هو اللي ربنا عالم. بقى. انا ما قصرتش معاها ما بحاجه. قصرتش. هي تعبانه بقالها سنين الله يسامحك. وربنا يعني ارحمها. هي ارتاحت. الله يسامحك. هي ارتاحت يا ابني. يا ابني ده المرض ده بقاله انا سنين. مش عايزك تتكلم معايا. المرض ده بقاله سنين عندها يا انت ابني. ضيعت اغلى حاجه في حياتي. لا اله الا انا الله. مش عايز اتكلم معاك بعد اذنك، احنا خلاص. يا ابني هي راحت عند ربنا، وانت ربنا يرحمها. بالنسبه لي رحت عند ربنا. ماشي يا عم. انت مش عارفه، انت حضرتك ما جربتش الكسره اللي امي ماتت بيها. ايه ده يا عمر؟ مهما كان ده ابوك برضه. ايوه يا عمر، ده ابوك مهما كان مهما ماشي، عمل يا انا ابني. بعد اذنكم انا ما كانش عندي في حياتي اغلى من امي، وانا مش عايزه يحضر فرحي ومش عايزه يكون في حياتي اصلا. طب يا عمر اتصرف، لا انا لا ابوك. يعني ايه انا ابوك؟ مفيش مقارنه. انا اللي اختار، انت مالكيش دعوه، دي حاجه ما تخصكيش. يا عمر ده مهما هعمل كان نفسي عليك ابوك. ازاي؟ يا ستي ملهاش دعوه بالمؤامنه، انا مش عايزه في حياتي. ده اللي موت امي، وانا ما عنديش اغلى من امي في حياتي. ليه مش عايز تفهم حاجه زي كده؟ طيب يا لا عمر أنا ده لا لو أبوك. طلع ونزل ابوك مهما عمل، مهما كان وحش، مهما وانا كان بقول لك يا جبروت. حماتي الموضوع ده معايا خلصان، انا مش عايزه في حياتي. لا حول الله يا ابني. طالما انا قادر اشتغل وافتح بيت انا مش عايز حد في حياتي. وانت ما شفتيش الكسره اللي وجعها لي. دي مهما كان ابوك برضه يا عمر. ايوه يا عمر، لازم تراضي ابوك يا اما تنسى الجوازه دي خالص. يعني ايه يا حماتي؟ هو كده يا ايه عمر، المقارنه دي؟ عشان انت مالكش كده خير في اهلك، بتقطع صله الرحم، واحنا ما نرضاش بكده يا ابني.
فكر كده وانت براحتك. يلا يا بنتي. طب بالظبط. وامي اللي اتظلمت دي يا جماعه مالهاش حق معلش يا عمر، ابوك برضو مهما كان دي صلة رحم يا ابني. يلا يا بنتي. دي قصة فيلم حقيقية، وللأسف العريس اتحط في موقف بين حماته ومراته إن هو هيختار أبوه ولا يعني كان يسامح أبوه على اللي حصل ولا لأ. فأنتوا وجهة نظركم إيه؟ يسامح ابوه طبعا. ابوه مهما كان ابوه، مهما عمل، مهما كان وحش، ابوه حتة منه، صلة رحم. يا جماعة طبعا تمثيل روجينا هاني ممثلة مدام حنان. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكون رسالة الفيلم وصلت. استنى رأيكم في الكومنتات، ممكن يبقى حد شايف الموضوع بوجهة نظر تانية، بس في ناس في حياتها ما عندهاش أغلى من أمها، فلما يبقى أبوك هو السبب في موتها فهل هتسامح ولا الموضوع هيكون معاكم إيه؟ لو حد عنده رأيه لو حد عنده يلا بيقول له انت جاي تدخل معانا احنا ايه؟ يلا طب يا جماعة حد يقرب من المايك بسرعة. المايك